ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل فعاليه جديده من فعاليات ارب ميديا انترناشونال فيستيفال. طبعا زي ما احنا عودنا لكم في برنامجنا في كل حلقه دايما بنسلط الضوء على الشخصيات الهامه والفنيه المؤثره في مصر والوطن العربي، ومن ضمن هذه الشخصيات المؤثره النهارده اللي ليها دور كبير في مجتمعنا ومش بس في مجتمعنا في الوطن العربي، معنا ومعكم الفنان الجميل محمد الصاوي. تعال نرحب بيه. اهلا بيك. بيك يا فندم، منور الدنيا يا فندم. والحقيقه عاملين استقبال جميل جدا، والارب ميديا دوت من الحاجات اللي هي بتوثق جمال مصر والجمال الفاشن واستقبالنا للمواهب الجديده اللي هي مواهب كمان فرصه اكتشاف مواهب، فرصه طبعا لاكتشاف مواهب جديده. استاذ جمال البيومي من الشخصيات الجميله جدا. لبس سيادتك الدعوه الانفيتيشن. اكيد وصديق انا عارف يا صديق حضرتك يا حبيبي. كلمنا بقى عن اعمالك الفنيه وايه الجديد، في حاجه جديده مسرح او تلفزيون او دراما؟ هو احنا بنجهز حاجه مسرحيه هنطلع بيها فرنسا اول الشهر ان شاء الله، مع الاستاذ احمد بدير والاستاذه رانيا فريد شوقي. بنبقى هناك حقيقي الجاليات العربيه هناك بتستقبلنا بشكل جميل جدا، سواء من المغرب، تونس، الجزائر، مصر، حتى بيوقفونا في الشارع من حلاوه مبسوطين من حلاوه اللهجه نفسها. بوقفك في الشارع يقول لك كلمني مصري، كلمني مصري، ما تكلمنيش عربي. صح. انت شايف طبعا الازياء الجديده النهارده 2025. طبعا عجبك ايه من الازياء الانواع، وعجبك ايه من الفاشون، والتنظيم كان عامل ازاي كمان النهارده، والاداره كانت عامله ازاي؟ لا هو تنظيم جميل جدا وفاشن على احدث الموضه وشيء جميل جدا يعني بصراحه، وفي تطور في اللي هي موجوده بشكل محترم وشكل جميل. و يعني احنا جايين وهنسبق دول من مصر ما شاء الله دايما متقدمه، مش بس في الحضاره، في كل حاجه. كلمه اخيره او رساله تحب توجهها للدكتور جمال بيومي قبل ما نختم لقاءنا، تحب تقول له ايه؟ بقول له شكرا على الجمال دوت وعلى استقبال الجمال دوت والفنانين واللي موجودين، وده شيء محترم وجميل جدا يعني. كلمه للساده المشاهدين اللي حابينك، طبعا كل المعجبين متابعينك، تحب تقول لهم ايه، توجه لهم رساله من خلال هذا بحبكم ويا مراحب يا مراحب يا سفينه مراحب. شكرا يا فنان، شكرا، نورتنا. شكرا.